يا صباح الفل، يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. لو اول مره تدخلوا قناتي، انا رشا. النهارده بقى هعمل لكم فيديو جامد جدا. الوصفه دي لو انت مستعجله زي حالاتي وعندك اللحمه هتطلعيها وتعمليها على طول. لو انت عندك عزومه هتعملي برضو الوصفه دي. ولو انت عندك فرح ومن النوع بقى اللي فيه افراح بيبقوا دابحين فيها وبيعملوا اللحمه دي هتنفعك جدا برضو في الافراح. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الوصفة. سهلة جدا، بس حط لنا بقى اللايك الحلو وكومنت كده زي ما انا متعودة منكم ليا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا، وشاركوا الفيديو ده لكل اصحابكم مستعجلين زي حالاتي. انا عندي هنا كيلو من اللحمة. لحمة اي حاجة، بس يا ريت يكون فيها كده ايه جزء مادة دهنية، ما تكونش لحمة حمراء. وعندي نص كيلو بصل، يبقى هنا البصل عندي نص كمية اللحمة. عندي نص بصل عليه كيلو لحمة، نص كيلو لحمة عليها ربع كيلو بصل. جبت بقى هنا الطاسة بتاعتي، سخنتها كويس جدا ونزلت بثلاث اربع معالق من الزيت وعليهم نص معلقه سمنه، زبده اي حاجه موجوده عندك. هنزل بقى اللحمه تاخد صدمه وتاخد وش كده ولون معايا، تنزل العصاره وتديني لون كده حلو. على بال بقى ما اللحمه كده زي ما انتم شايفين تاخد لون وصدمه وانا معليه على الطاسه، هجيب البصل بتاعي واقطعه جوليان قطع زي ما انتم شايفين كده. هقطع بقى كميه البصل بتاعتي دي كلها كده، ونشوف بقى الوصفه بتاعتنا سهله وبجد هتعجبكم. عايزه اقول لك ان انا ندمت ان انا ما حطيتش بصل اكتر من كده. طعم البصل مغطي على طعم اللحمه كمان، بجد والله العظيم. الوصفه دي طعم البصل فيها عظمه بجد. هنا بقى زي ما انتم شايفين اللحمه اخدت لون، بقلبها على الوش التاني تاخد برضو صدمه وتاخد لون تاني معانا. سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، بجد بتنجزني لما ببقى كده عندي لحمه ومش عارفه اعمل ايه. هنا انا نزلت بقى بفلفل اسود زي ما انتم شايفين ورشه بهار لحمه. عندك سبع بهارات، عندك بهار لحمه، مفيش اي مشكله. هنا بقى اللحمه اخدت لون معايا ونزلت كل العصاره، هنزل بقى بالبصل بتاعي وافضل كده اشوح في البصل واللحمه عشان البصل ياخد من طعم اللحمه واللحمه تاخد من طعم البصل. تسموها بقى كباب حله، تسموها لحمه بالبصل، تسموها زي ما تسموها، المهم ان انتوا هتعملوها وتطلع معاكم طعمها عظمه وهتأدمنوا الوصفه دي بجد. انا من عشاق اللحمه بالبصل. هشوحها بقى كده زي ما انتوا شايفين كل دوت. انا كده واقفه قدام الطاسه ما اتحركتش، عماله اشوح في البصل بتاعي. جبت عندي هنا 4 فصوص توم وحفر، يعني تفرميهم تقطعيهم، انا قطعتهم. ولا هيبان فرم ولا تقطيع، هيبقوا بصوا هيدوا نكهه بس، ولا هيبان شكل التوم ولا اي حاجه، مفروم متقطع مفيش مشكله. هفضل بقى كده زي ما انتم شايفين البصل بيبتدي ان هو يدبل معايا وانا كده بقلب. هنزل بقى هنا بكوبايه كبيره من الميه المغليه، ميه سخنه، هنزل بقى بيها كده على اللحم. هنا نسيت هنزل بقرن الفلفل الاول. قرن فلفل بقى رومي او بارد براحتك، انا هنا حطيت فلفل اخضر كوبي اللي هو الرومي. هنا بقى هنزل بكوبايه الميه بتاعتي وهغطي بقى عليها زي ما انتم شايفين كده، تندمج كلها مع بعض. اخدت غلوتين وابتديت ان انا اوطي اللحمه زي ما انتم عارفين بتاخد سوا غلوتين ونوطي عليها. طبعا هنا انا كنت حطيت ميه مره واثنين وثلاثه، كل شويه احط ربع كوبايه ميه لحد لما لقيت اللحمه استوت معايا 90%. نزلت بقى ايه، ملحتها، حطيت ملح، ظبطت الملح بتاعها وفلفل اسود، واديتها كده تقلبتين. وهاخدها بقى على البريم بتاعي، كنت حاطاه كده في الفرن ومسخناه. هنزل بقى بالعظمه دي كده كلها، مش هسيب منها اي حاجه خالص في البريم بتاعي. تنزل تكمل 10% سوا في الفرن وتدي بقى لون كده حلو. وكلي بقى احلى لحمه وادعيلي. هتاكليها بالعيش، هتاكليها ببطاطس، هتاكليها بشويه رز، هتاكليها بمكرونه، كليها زي ما تاكليها، بس المهم ان انت هتعملي طاجن اللحمه العظمه ده بجد. يستاهل اللي انتوا تجربوه. سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه، ياكل بجد. كنت معكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد.